أنا داليا الجندي. وأنا أمينة رشدي. أهلا بيكم في نست بودكاست. إحنا الاتنين أمهات وزوجات وإديوكيترز، ومن أكتر الحاجات اللي دايما بتشغلنا إننا نعرف كل حاجة تخص الأطفال والعيلة وصحتنا النفسية والجسدية. تعالوا نشوف ونسمع سوا حلقة النهاردة هتكون عن إيه. انت ما تستاهلش، ربنا هيعاقبك، ده انت ازاي ما عملتش كذا. الكلمات دي اكنها صيغات، اكنها كرابيج بتؤلم الطفل. وإيه المشاكل المعينة اللي ممكن تسبب اكتئاب أو قلق للأطفال؟ اكتر حاجه بتصيب الطفل بالحزن او الاسى او الالم هي رد فعل اهله معاه. عشان كده علاج الاكتئاب مش بس بيوفر سعاده للطفل، ده كمان بيقيه في المستقبل من الاصابه بامراض كثيره. ناس كتير بتقول مثلا لا سيب الطفل هو يتصرف. هو لو كان قادر يتصرف ما كانش لجأ لي. غياب الام يصيب بعض الاطفال بالاكتئاب والقلق، وبيبان بقى على حاجه اسمها عدم القدره انه ينمو. لو اكتشفوا ان ولادهم عندهم اكتئاب او انكزايتي، ازاي يقدروا يساعدوا ولادهم؟ الحاله المزاجيه للطفل هي انعكاس لحالتهم المزاجيه. اهم حاجه يعرفها الاهل، هم اكتر ناس قادرين على انهم يخرجوا اولادهم وبناتهم من مشاعر الحزن والاكتئاب والقلق واي مشاعر سلبيه. يبقى صعب شويه على الاهالي طبعا ان هم يسيطروا على نفسهم في المواقف اللي زي دي، بس كلما سيطروا كلما انا انتجت طفل متوازن انفعاليا. الطفل مرآة لكيف يراه اهله. لو هو شايف ان هم شايفينه حاجه وحشه يبقى طفل وحش. كل ما هم كونوا صوره ايجابيه عن نفسهم تخليهم بقى شيء مهم جدا يستخسروا يعملوا حاجه وحشه. لو لسبب ما الاهالي انفصلوا، الطفل ايه علاقته؟ مش اي علاقه. كيف يرى الطفل الانفصال؟ وانا عملت ايه عشان يحصل لي كده؟ ويلوم نفسه. الدكتور هشام رامي هو أستاذ الطب النفسي في قسم طب الأعصاب والنفسية بكلية الطب جامعة عين شمس، وبيشغل منصب رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمستشفيات. بالإضافة لدوره الأكاديمي، الدكتور هشام هو مدير مركز الطب النفسي الثقافي التحويلي في نفس الجامعة. كمان هو الأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي ونائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج السلوكي المعرفي، وسبق ليه إنه كان الأمين العام لخدمات الصحة النفسية في مصر من 2013 لحد 2017. دكتور هشام حاصل على درجة الماجستير في الأعصاب النفسية من جامعة عين شمس سنة 94، ودبلوم الممارسة النفسية من جامعة لندن سنة 95، وبعدها كمل الدكتوراه في الطب النفسي من جامعة عين شمس وسجل كاستشاري في بريطانيا سنة 2002. دكتور هشام نشر أكتر من 30 بحث علمي في مجلات دولية ووطنية مرموقة، وحصل على جوائز محلية ودولية تقديراً لأبحاثه المتميزة، ومنها جائزة عكاشة لأفضل بحث. هو كمان رئيس تحرير مجلة الطب النفسي العربي وعضو في المجلس التحريري لمجلة الشرق الأوسط للطب النفسي. في حلقة النهاردة الدكتور هشام رامي هيشاركنا خبراته عن الاكتئاب والقلق، وهيقدم نصايح عملية عن التعامل مع الحالات دي بشكل علمي وسليم. من أكتر الحاجات اللي ممكن تضايق أي أب أو أم إن هم يلاقوا إن ولادهم مش مبسوطين، ما بالك بقى لو الأطفال دي بتعاني من حاجة مزمنة أو بتفضل فترات طويلة بتصحى من النوم مكتئبة، متضايقة، زعلانة، عندها أرق، ما بتنامش كويس، قلقانة على طول. فده موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، ودي حاجة مهمة جدا لأن في أطفال كتيرة بيعانوا من المشكلة دي، وفي طبعا ناس كبيرة في سننا كتير بيعانوا من المشكلة دي. فمعانا دكتور هشام النهاردة اللي هو إن شاء الله هيكلمنا عن الموضوع المهم ده جدا جدا جدا، وهو الاكتئاب والأرق. وهو بقى ممكن يصلح لنا المصطلحات العلمية ويشرح لنا عنها أكتر. دكتور هشام ازاي حضرتك؟ منورنا. ازاي حضرتك عامله ايه يا فندم؟ ممكن تشرح لنا الأول طبعا يعني ايه اكتئاب او يعني ايه أرق او الانكزايتي والديبريشن، عشان في ناس كتير ممكن ما تبقاش فاهمة يعني ايه معناهم بالظبط. أولاً يجب نقول لكل الناس إن الحزن والقلق أو الخوف دول مشاعر طبيعية، حتى بيعتبروهم أهم 2 من ال7 مشاعر الأساسية. كل إنسان وحتى كل حيوان بيشعر في فترة من حياته بخوف اللي احنا بنسميه قلق، أو بحزن أو أسى اللي احنا بنسميه اكتئاب، وده مسمى خاطئ تماماً. لأن كلمة اكتئاب اللي احنا بنستخدمها عادية كده هي في الطب معناها مرض، ولكن كلنا بنشعر بالحزن أو الأسى في فترات من حياتنا، وده شيء طبيعي، وربنا خلق الحاجات دي في كل الكائنات اللي هو خلقها عشان دي بتحميها من الأذى. فأنا لما أعرف إن حاجة بتزعلني بتجنبها بعد كده. فلو حاجة بتزعلني دي خطر أو ممكن تأذيني، فده ربنا خلق هذا الشعور إنه يشعرني بالألم، فأتجنب الألم بعد كده. هي دي ما يطلق عليها مشاعر الحزن والقلق. هل كلنا ممكن في فترة من حياتنا هذه المشاعر تزيد عن الحد الطبيعي أو تستمر الفترة أكتر من الفترة المناسبة؟ إمتى بقى يتحول الحزن أو الأسى أو هذا الشعور بالألم الداخلي نعتبره مرض أو نعتبره اضطراب الاكتئاب؟ أولا هناك اختلاف نوعي في نوع الألم. يعني دايما كده المرضى بتوعنا يقول لك الحزن اللي أنا حاسس بيه ده مش أشد حزنا، ده نوع مختلف من الحزن، نوع من الألم الشديد الذي لا يستطيع إنسان تخيله. فأول اختلاف هو اختلاف نوعي. بعد كده اختلاف كمي في كمية
الحزن والأعراض المصاحبة ليه. عشان أقول إن شخص يعاني من اضطراب الاكتئاب غير مشاعر الحزن والألم النفسي اللي احنا قلنا مختلفة تماما عن الشعور الطبيعي، بيبقى معاه أعراض آتية: فقدان للطاقة العصبية والطاقة الجسدية. الإنسان ما فيهوش نفس يعمل حاجة، ما فيهوش نفس يتكلم، ما فيهوش نفس يفكر، ما فيهوش نفس يتفاعل مع الآخر. الحاجة التانية فقدان القدرة على الإحساس بالاستمتاع بأي شيء، لدرجة إن بعض مرضى الاكتئاب يقولوا لنا إيه: لو أنا حزين ومفيهاش نفس، أنا حتى مش قادر أستطعم طعم الأكل، مش قادر أستطعم حتى طعم المية، فقدت كل إحساس بالمتعة أو إحساس بأي شيء ممكن يجيب لي سعادة أو نشوة أو أي شيء من هذه الأشياء. بعد شوية لو ما تمش تدخل بسرعة، يبتدي الإنسان يشعر بفقدان الاهتمام، اللي بنسميها مفيش حاجة تفرق، nothing matters anymore، ولا مهم إن أنا ألبس، ولا مهم أروح الشغل، ولا مهم إن أنا أي حاجة. طبعا بعد كده بيبقى الإنسان ينعزل، ثم تبتدي بقى سلسلة من الأفكار السلبية اللي بتزود الألم وتجعل الإنسان يائسا: أنا زفت، أنا مش كويس، أنا ما استاهلش، ربنا هيعاقبني، الناس أنا مش فاهم بيكلموني إزاي، ده هما أصلا أنا ما استاهلش حتى إنهم يبصوا لي. يعقوبها بقى تمني الموت. ما هو الألم الشديد المستمر شيء لا يتحمله الإنسان، فابتدي أتمنى أن الألم يزول، بس هو لا يزول، فابتدي أتمنى إيه؟ إن أنا اللي أزول. بعض المرضى يقول لك: يا رب خدني، لو حصل لي حاجة أحسن لنا وأحسن للناس اللي حواليا. لو ما تعالجش بقى والموضوع مستمر، ابتدي كمان أفكر في إيه؟ إن أنا اللي أعمل كده في نفسي. حتى يقول لك أنا هساعد ربنا، فأنا اللي هاخد إيه. هل ممكن حد يبقى عنده او يجيله افكار سوسايدل، او ان هو يبقى عنده ميول انتحاريه بس ما يبقاش عنده اكتئاب؟ كلنا في لحظه من حياتنا بتجيلنا بتخطر لنا هذه الفكره، حتى كنوع من الاندهاش او كنوع من الاستغراب، واليوم نفسه بيبقى شكله ايه، طب لو انا عملتها يبقى شكلها ايه. ولكن اهم ما يميز الافكار الانتحاريه الاكتئابيه عن الافكار الانتحاريه الطبيعيه اللي بتحصل لنا كلنا الاستمراريه والالحاح وعدم القدره على مقاومتها وعدم القدره على تشتيت تفكيري منها. لو كل اللي انا قلته ده تجمع واستمر لمده، غالبا احنا علميا بنقول مده اسبوع او اسبوعين او اكثر، ساعتها انا مصاب بما يطلق عليه مرض او اضطراب الاكتئاب، ويجب التدخل الطبي العاجل. والانكزايتي بقى؟ الانكزايتي نوع اخر من الالم، كلنا حسينا بيه في حياتنا، في الامتحانات حسينا بيه واحنا داخلين نعمل انترفيو، حسينا فيه احنا بنقابل مثلا اي حد بنحبه لاول مره. هذا الشعور شعور طبيعي، لانه بيطلع حاجه اسمها الادرينالين في جسمنا، تجعلنا اكثر استعدادا لمواجهه المواقف او الهروب منها لو الخطر شديد يعني. هذا الشعور طبيعي في الانسان والحيوانات وكل الكائنات، وهو شعور مفيد جدا، لان ده اللي بيقول لنا الحاجه دي اعملها ولا ما اعملهاش، احاربها او ما احاربهاش. ولكن كالعاده لو زاد عن حده أو استمر لفترة طويلة بدون ما أقدر أخرج من هذا الشعور بالخوف، وأصبح يعيقني أو بيسبب إعاقة في قدرتي على أداء أدواري في الحياة، ومصاحب بأعراض جسمانية بقى، عرق، ضربات قلب سريعة، رعشة، لا تختفي، كلنا بيحصل الحاجات دي مؤقتا، لكن الاستمرارية وتأثيرها على قدرتي على القيام بدوري في الحياة، هنا بقيت أصاب بما يطلق عليه اضطراب القلق العام. ولكن القلق ده أنواع، الخوف من شيء معين ده بنسميه فوبيا او رهاب. عندنا طبعا رهاب الحيوانات، في ناس بتخاف من حيوانات معينه، بتخاف من الكلب، بتخاف من القطه، في ناس حتى بتخاف من لسه الحشرات. بنتكلم عن الموضوع ده انا وامينه. الخوف مش من القطه نفسها او من الكلب نفسه، من فكره بتجيلي في دماغي ما يمكن ان يفعله الكلب بيا او ما يمكن ان تفعله القطه بيا، وتبدو الافكار افكار مخيفه فعلا، اللي هو مثلا هيعضني في رقبتي، هيطلع ما اعرفش عينيا، الافكار دي بالظبط الافكار دي هي اللي بتؤدي الى مشاعر القلق الشديد. لو هذا ممكن نخاف كلنا عادي، لو القلق ده وصل لدرجه ان انا بتجنب اي مكان فيه قطه او بهرب من القطط او بهرب من الكلاب وما بعديش في الشارع عشان كده، هنا يبتدي ان انا اصبت بايه ما يطلق عليه اضطراب الرهاب او اضطراب الخوف. فدي انواع. في بقى كمان اضطراب بقى اسمه الهلع، اللي هو نوبات مبالغ فيها من الرعب الشديد والخوف انني ساموت في اللحظه. ده اللي هو ايه بالانجلش؟ الهلع بانيك ديس اوردر او بانيك اتاكس. اوكي. فده نوع اخر من انواع القلق. فدايما كل حاجه فيها انواع، لكن اهم ما يميز كلهم الم نفسي شديد يؤدي على عدم قدرتي على اداء دوري في الحياه. طب دكتور، ايه الحاجات بقى اللي يعني في الاطفال، لو هنتكلم في الاطفال، انا مثلا كأم او اب ازاي الاحظ ان ابني عنده الساينس دي او في حاجات معينه؟ هل هي نفس الساينز اللي حضرتك قلت عليها؟ نفس العلامات بالظبط، ولكن بتفرق على حسب بقى المعدل العمري للطفل. أوكي. فمثلا الطفل ما بيلعبش ادوار كبيره قوي في الحياه لدرجه انه مثلا مطلوب منه كذا وكذا، ولكن لو الطفل توقف عن الاكل او
تتوقف عن التعامل مع الأهل. مم. دي علامة تؤكد إن في حاجة خطر بتحصل، مم. أو الطفل أصبح لا ينام أو نايم على طول، يعني مبالغة في الأشياء الطبيعية واستمرت لفترة، هنا نقلق. بس عاوزين نطمن الأهل في حاجة مهمة جدا بقى. معدل انتشار الاكتئاب والقلق في الأطفال أقل منه من الناضجين، وده من رحمة ربنا علينا. وفي معظم الأحوال بيبقى مش مرضي، بيبقى غالبا رد فعل لظروف معينة بيمر بيها الطفل، ولكن ده لا يمنع إن في نسبة من الأطفال بيجي لهم بقى ما يطلق عليه الاكتئاب الإكلينيكي أو القلق الإكلينيكي. لكن في معظم الأحوال في كل دراساتنا وفي كل خبراتنا في العيادات وفي المستشفيات، غالبا اكتئاب أو ما يطلق عليه اكتئاب الأطفال أو قلق الأطفال بيبقى انعكاس لظروف معينة بيمر بيها الطفل. طب ايه بقى نوعية الظروف دي او ايه المشاكل المعينة اللي ممكن تسبب اكتئاب او قلق للاطفال؟ أكتر حاجة بتصيب الطفل بالحزن أو الأسى أو الألم هي رد فعل أهله معاه. الطفل ده عبارة عن شايف أهله أكنهم آلهة، مم. أكنهم ربنا على الأرض. فكون أهلي ما بيعاملونيش كويس أو بيعاقبوني أو بيتنمروا عليا الأهل، ده بيصيبني بحالة من الألم الشديد. الحاجة التانية طبعا أقراني اللي هم بيطلق عليهم البيرز أو الأقران، الناس اللي في المدرسة، الناس اللي في الشارع، الناس اللي معايا في النادي، اللي معايا في أي حتة، لو لقيتهم بيتجنبوني أو بيتنمروا عليا أو أنا بيسموها أوتكاست، بقيت منبوذ مرفوض منهم، ده بيصيب الطفل بألم شديد جدا، وده طبعا هيؤدي إلى الاكتئاب والقلق على حسب بقى يعني نوع كل طفل. الحاجة طبعا اللي نتمنى ما تكونش بتحصل بس هي بتحصل للأسف هي سوء معاملة الأطفال بقى. ما يطلع مش عارف اقول كلمه وحشه، بس التعذيب الاطفال، الاعتداء عليهم. وفي حاجه دلوقتي اكتشفناها اسمها ايموشنال ابيوز بقى، ان انا ابتز ولادي عاطفيا. انت مش عارف ايه، انت ما تستاهلش، ربنا هيعاقبك، ده انت ازاي ما عملتش كذا. الكلمات دي اكنها صياط، اكنها كرابيج بتؤلم الطفل، ولو استمرت وما فيش حاجه تعادلها، ممكن يحصل ده بس في حاجه تانية بتعادلها، ده بيصيب الاطفال بقى بما يطلق عليها الاكتئاب او القلق او الاضطرابات من الشعوريه. سن بقى يعني هل ده بيحصل من السن الصغير قوي ولا؟ انتي حاجه جنين لو ما تتولدي، غياب الام وعدم وجود بديل ليها بيصيب بعض الاطفال، بعض اللي هم يسموهم بيبيهات بقى اللي هم انفانتس يعني، بالاكتئاب والقلق. طبعا الطفل لا يستطيع ان يعبر، ما فيش كلام، ما فيش الكلام ده، يبان على ملامح وشه، وبيبان بقى على حاجه اسمها عدم القدره انه ينمو. تلاقي بقيه الاطفال بيكبروا بمعدل معين وده طفل لا ينمو، يتم الكشف عليه لا يوجد اي سبب عضوي لذلك. بجد فيزيكلي ده بيسموها انفانت ديبريشن. طبعا الحمد لله برضو كالعاده حاجات مش منتشره قوي، ولكن بتحصل. اكتر ناس لقوهم عندهم هذه الاعراض، مش عارف حضرتك طبعا اكثر شبابا مني، كان في زمان واحد كده ديكتاتور في رومانيا اسمه شاوشيسكو، كان بياخد الاطفال من اهلهم ويحطهم في ملاجئ. طبعا كان الاول كان حاجه كويسه، بس طبعا انتهت نهايه مؤسفه. لقوا انه بياخدوا الاطفال وهم لسه مولودين، فلقوا كثيرا منهم عشان غياب الراعي اللي بيديهم مشاعر لا ينمون، يعني معدل نموهم اقل من الطبيعي جدا عقليا وجسمانيا. فدي بعض اعراض ما يطلق عليها الاكتئاب المخفي في الاطفال الصغيرين خالص. بعد كده لما يكبر الطفل بيعبر، بيعيط، بيدمع، يعني الطفل بيدمع طول النهار وما بياكلش معانا وما بيشتركش معانا، وشه يعني مش عارف حاجه بقى، هقول لك حاجه كده علامه احنا بنشوفها كده اسمها ايه، لمعه العين. الطفل المكتئب بريق العين بيطفي، تلاقي كده اكن بيسموها ديد ايز، مره واحده كده كلنا عندنا بريق في عينينا، اي حد عنده بريق، اكنها راحت، اكن حد طفى الطاقه اللي هو الانسان. طبعا دي لما بتحصل في طفل مؤلمه الم غير عادي، لان الطفل كائن vulnerable، مش قادر يدافع عن نفسه، مش قادر يعمل حاجات كتيره. فهو ده مهم قوي من الاهل انهم يبقى يعني شديدي الملاحظه وقادرين ان هم بسرعه ياخدوا بالهم من الحاجات دي ويتدخلوا. طب والانكزايتي بقى اللي هو مثلا بيبقى في الطفل في الاول برضو بيبقى separation anxiety والحاجات دي؟ طبعا اول طفل هو صغير بيعبر عن قلقه بالصريخ، وقال بيسموها كده حاجه اسمها هارم افويدنس، كده بيعمل بايديه كده حاجات ان انا يعني الحاجه دي بتخوفني. فغياب الام او اختفائها في مرحله معينه بيسبب له فزع شديد، لان هي العنصر الامان الوحيد في حياته، هي دي اللي بتحضنه، هي دي اللي بترضعه، هي اللي بتعمل له كل حاجه. في بقى حاجه غير سيبريشن انكزايتي بقى اسمها سترينجر انكزايتي. بعض الاطفال كده لما يجي حاجه جديده ما يعرفوهاش يصابوا بحاله فزع شديد، لدرجه في بعض الدراسات الجميله انك ممكن يكون جنين وهو لسه مولود ولسه في يعني في اول شهر، اول الطفل ده معرض للقلق اكتر من غير، بس مش لازم يجي له يعني معرض للقلق ولا غير معرض للقلق. كان في لعبه زمان كده ما اعرفش اسمها ايه دلوقتي، كان اسمها الشخشيخه، كويس. بعض الاطفال لما تعمل لهم الشخشيخه يفرح ويقرب منها، فده غير معرض للقلق قوي.
بعض الاطفال كون بس صوت غريب كده يبتدي يفزع. يقلق. دي بتبقى طبيعه. دي يعني قابليه للشيء، قابلية. ولكن لا، ده مش معناه انه هيحصل له، لان لو الام والاب ادوا له الامان مش هيحصل له. عشان حضرتك برضو كنت يو هايلايتد قوي حته الام، هل الاب برضو دوره في البدايه الام هي كل شيء، لان هي اللي بتقدم الطعام وهي اللي بتدي الحضن وهي اللي بتدي حاجه اسمها حاجه جميله جدا. هي مش لازم ترضع، هي مش مهم اللبن، طبعا اللبن له فوائد تانية؟ لكن المهم ان الطفل سكين تو سكين بيسمع صوت قلبها، آه. وده بيديله امان غير عادي، احساس بالدفء، احساس بالامان، ان هناك شيء يرعاني ومهما حصل هو اللي هيساعدني. عشان كده بيعيط اول ما تختفي. طب ازاي الاهل ممكن لو اكتشفوا ان اولادهم عندهم اكتئاب او انكزايتي، ازاي يقدروا يساعدوا اولادهم او يخلقوا بيئه تقلل ده او تساعد على انها تصلح ده؟ اول معلومه لازم الاهالي يعرفوها ان غالبا الحاله المزاجيه للطفل هي انعكاس لحالتهم المزاجيه. ده شيء مهم جدا. الطفل زي السفنجه بيمص مشاعر الاهل وبيطلعها، بس هو بيطلعها اكتر منهم لانها بتبان في سلوكه وبتبان في كلامه، ان الطفل لسه كائن ما بيخبيش قوي، لسه ما عندوش هذه القابليه او هذه المهاره. فاول حاجه يعرفوها ان هم رد فعلهم على المواقف هو اللي بيؤدي الى رد فعل الطفل. بمعنى ايه؟ حصلت حاجه مؤلمه جدا، ولكن الطفل لو بص لوش والده او وش والدته ولقى انهم لم يتألموا قوي او لم يتأثروا تأثر جامد، هو هياخد الموضوع على انه عادي، لان هو مقياس مدى فداحة الحدث او مدى شدة الحدث هو رد فعل اهلي عليه وليس الحدث. حد متخيل؟ انا مش عارف واصله ولا مش واصله. فكلما كان الاهل ردود افعالهم منطقيه ومتناسبه ولا تستمر لفترات طويله، ده بيؤدي ان الطفل بيطلع متوازن انفعاليا جدا جدا جدا. فدي اهم حاجه يبقوا عارفينها. الحاجه الثانيه هي تمرين اطفالنا عن التعبير عن مشاعرهم، لان عدم التعبير عن المشاعر ده بيؤدي الى انها تتراكم 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 ومره واحده تظهر في صوره بقى اكتئاب اكلينيكي او قلق اكلينيكي. اعلم الطفل مش بس يعبر، ما هو الاول لازم يتعرف على المشاعر، مش لا. الطفل في الاول بيشعر بالم، يا ترى ده اكتئاب ولا خوف ولا قرف ولا دهشه، هو ايه بالظبط؟ فلازم كده عارفين حاجه اللي هي بيطلق عليها الفيشز، اللي هي الكروت اللي هي ساد فيس، مش عارف انجلي فيس. فبندرب الاطفال على انهم يتعرفوا على المشاعر، ثم ازاي يعبروا عنها، ثم ازاي يعرفوا ان مش معنى ان انا شعرت بالمشاعر دي ان في مشكله، عن طريق ان اهلي بيطبطبوا عليا. يعني ما يطلق عليها قبلة الأم للطفل دي أحسن من أي علاج للاكتئاب في الدنيا في هذه المرحلة العمرية يعني. هي كانت دايما، أنا كنت دايما بفتكر زمان حتى لما كانوا بيقولوا لما الطفل بيروح عند الفيشة، الام او الاب لو قعدوا يزعقوا يقولوا ايه ده انت بتعمل ايه وكده، ده بيبقى بيوصل فلازم بالراحه جدا بنشيل ليه. حتى بيبقى صعب شويه على الاهالي طبعا ان هم يسيطروا على نفسهم في المواقف اللي زي دي، بس كلما سيطروا كلما انا انتجت هيفيدهم كمان الاطفال متوازن انفعاليا. كل ما كانت انا ردود افعالي مش عارف اقول كلمه وحشه بس هستيريه او مبالغ فيها، انا بطلع طفل زي بالظبط. يعني الطفل هو بالظبط لحد كام سنه بقى اعرف ان ده بسببي ولا ده غالبا هذه التأثيرات بتبتدي تقل تدريجيا مع دخول الطفل المدرسة، لأن بيبتدي يتعرض لمؤثرات خارجية ساعات بتكون بنفس قوة الأهل، اللي هم أصحابه، أقرانه، المدرس، المدرسة. طبعا بقى وسائل الإعلام، الأبطال، الرياضة والحاجات دي كلها مؤثرات تتنافس مع تأثير الأهل، ولكن تأثير الأهل يغلب أي مؤثرات تانية. يعني لو أنا فلان قال لي أنت شكلك وحش، ولكن في البيت كل ردود الافعال من اهلي ان انا جميل، هبقى جميل بغض النظر بيقولوا ايه بره. لكن المشكله ان الاهل مع التقدم ومع الحضاره مفيش وقت ان انا ادي الطفل هذه المصداقيه او الفاليديشن اللي يديله صوره ايجابيه عن نفسه، وكده هيبقى عرضه اكتر للمؤثرات الخارجيه في عدم اهتمام الاهل بيه انهم يدوا له صوره ايجابيه عن نفسه. دكتور ممكن تشرح لنا هل بقى الوراثة ليها عامل في انه الطفل ده يكون معرض اكتر انه يجيله اكتئاب او قلق؟ كويس. تأثير الاهل على اولادهم ممكن يجي عن طريقتين، حاجة نسميها تأثير بيئي اللي هو عايش معاهم، هو اللي بيربيه، هم اللي بيربوه، كل حاجة بيتعلمها منهم. وفي تأثير اخر اللي هو تأثير الجينات. افرق بينهم ازاي؟ طبعا صعب جدا لان هو قاعد في البيئة نفسها اللي فيها اهله، ولكن لو انا حسنت البيئة وبقت بيئة إيجابية وبيئة بيسموها بتنمي مشاعر الأطفال وبتنمي نفسيتهم، ورغم ذلك استمر الطفل في الإحساس بالحزن أو القلق،
وانا عارف ان اهله حد فيهم مصاب بهذا الاضطراب او عنده هذه القابليه، يبقى هنا تاثير جيني لاني غيرت البيئه. ولكن في الاول انا من الصعب جدا تفريق هل ده وراثي ولا تاثير من البيئه اللي هي ان احنا بنربيه بهذه الطريقه يعني. طيب ازاي الاهل المفروض يعملوا ايه عشان يطلبوا بقى مساعده مهنيه في اللي بيحصل ده؟ يعني يبتدوا منين؟ كويس. اهم حاجه يعرفها الاهل ان اهم مساعده بتقدم للاطفال هم اكتر ناس قادرين على انهم يخرجوا اولادهم وبناتهم من مشاعر الحزن والاكتئاب والقلق واي مشاعر سلبيه اللي قد تكون غضب. يعني ساعات الاكتئاب في الاطفال ما بيظهرش زي الكبار في حزن ودموع والحاجات دي، يظهر في صوره طفل غاضب، طفل متوتر، طفل مش قادر يقعد على بعضه، طفل بيكسر بيتخانق كتير. ولما نقعد مع الطفل نكتشف ان هو هو حزين وليس طفل مشاغب. اول حاجه نعلم اطفالنا يعبروا عن مشاعرهم. والتانية بقى ودي مهمه جدا، نسمعهم. فكره بقى ان انا اسمع، وحاجه احنا بنسميها active listening non judgmental. مش عارف باللغه العربيه هتبقى استماع نشيط وبدون احكام، بستمع وبدي ردود افعال متناسبه. بعد كده لو ده ما نجحش في انه يخرج الطفل من اللي احنا فيه، ابتدي اعمل بقى؟ اغير البيئه اللي هو فيها، نخرج اكتر، نلعب اكتر، نعمل الحاجات اللي انا عارف ولادي بيحبوها اكتر. ده في حد ذاته في 88 او يعني 80 ل 90% من الحالات ممكن يخرج الطفل من حاله الاكتئاب اللي هو فيه. لو ده ما نجحش، هنا بيبقى الاكتئاب ده غالبا بقى اكتئاب مرضي كلينيكي، وده برضو زي ما قلنا في اول الحلقه من رحمه ربنا انه مش منتشر جدا في الاطفال. ساعتها بقى يجب ان نتجه الى ما يطلق عليها المساعده المهنيه المتخصصه. اول حاجه بنلجا لها اعتقد في مدارس كتير دلوقتي ويطلق عليهم اللي هم بيسموهم سايكولوجيست او كونسلرز او اللي هم اخصائيين نفسيين او اخصائيين بيساعدوا الاطفال. دول ممكن هم يستطيعوا يفرقوا هل ده اكتئاب كلينيكي مرضي محتاج الذهاب الى طبيب، ولا ده مجرد ممكن ببعض النصايح وبعض التغيرات في طريقه الحياه يؤدي ان الطفل يخرج من حاله الاكتئاب. لو ده ما نجحش او هم قيموا الحاله كده، هنروح للطبيب بقى. هنا بقى الطبيب دوره اولا يشخص ويشوف هل هذا اكتئاب بنسميه داخلي، يعني ناتج عن جينات او ناتج عن خلل كيميائي، ولا مجرد رد فعل لظروف حياتيه معينه. طب نتخيل كده الظروف دي مش قادر اغيرها، ممكن في حاجات لا يمكن تغييرها. طب انا اقدر ابني في الطفل صلابه اللي بيسموها ريزيلينس، قدره انه رغم وجود الضغوط يتغلب على مشاعره السلبيه. دي بنسميها تنميه مهارات الطفل. نجحت في ذلك خلاص خلص الموضوع. ما نجحناش او الاكتئاب كان اكثر حده من اللي انا بقوله، ساعتها ممكن علاجات دوائيه او علاجات يعني كيميائيه لعلاج الاكتئاب. مهم جدا. سوري بقاطعك، بس افتكرت واحنا كنا بندرس برضو انا وامينه، فكان في طفل عندي في المدرسه المدرسين كلهم كانوا فقدوا الامل فيه خالص، وكان داخل طالع لي الكلاس وكانوا قاعدين بيحذروني عليه، بيقولوا لي ده تطلع لك بقى ربنا معاكي وكده. فكنت بتعامل معاه اول ما جه عندي بنفس الطريقه اللي كلهم بيتعاملوا بيها، عقاب مش عارفه ايه الحاجات دي، مش جايب نتيجه خالص. ويعمل مشاكل رهيبه وبيضرب الولاد وما بيردش، بقى تيجي تتكلم معاه بيردش خالص. فمش عارفه ايه اللي خلاص كنت واصله لمرحله انا نفسي هنهار مش قادره اساعده. ففجاه كده مش عارفه ايه اللي الهمني ساعتها ان انا بصيت له وكان لسه ضارب ولد، وبصيت له قلت له ممكن تقول لي انت ضربته ليه؟ ما ردش عليا كالعاده. فقلت له هو عمل لك حاجه؟ بس وفي اللحظه اللي هو حس لقيت فيه لمعه كده في عينه زي ما حضرتك بتقول. واول ما سمع الحته دي قررت سؤال تاني، قلت له هل هو عمل لك حاجه؟ عشان هو لو عمل لك حاجه انا هجيب لك حقك وهنحل المشكله. لقيته ابتدى يتكلم، ومن ساعتها بقينا مش اصحاب. يعني الولد كان عنده 6 سنين، يعني طفره رهيبه في الاديوكيشن وفي لا ودن هتسمعه وهتصدقه بالظبط. مش دايما اللي هو انت غلطان انت كذا، وحته هتصدقه دي كمان مهمه قوي. طبعاً. بحس ان يعني حضرتك قلت حاجه مهمه في حته ان نون جادجمنتال من الاهل كمان. بحس ان الموضوع ده بيبقى مهم قوي، لانه زي ما حضرتك برضو قلت هو بالنسبه للطفل مامته وباباه دول هم كل حاجه ليها على الله بالظبط. هم فعلا كل حاجه بالنسبه له، واللي بيميز منهم هو ايه. يعني هو ده اللي هو الميرورينج ده او فكره ان هو بيبقى شايف ده ريفلكشن، انا ريفلكشن اهلي. الطفل مرآة لكيف يراه اهله. لو هو شايف ان هم شايفينه حاجه حلوه هو هيبقى حلو جدا، لو هو شايف ان هم شايفينه حاجه وحشه هيبقى طفل وحش. شكرا انكم بتسمعونا النهارده. لو عجبكم اللي سمعتوه او استفدتوا ولو بحاجه صغيره جدا، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان نقدر نوصل المعلومات دي لاكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن تكون محتاجه فعلا تسمعها.
وكمان عشان نقدر نفضل نجيب ضيوف ذو قيمة في مجالاتهم علشان نستفيد من خبراتهم. وشكراً جداً على دعمكم لينا اللي من غيره ما كناش هنقدر نعمل البودكاست ده، اللي بنتمنى إنه يساهم في نشر الوعي وتحسين جودة الحياة لينا وللأجيال اللي جاية. تعالوا نرجع للحلقة. طب عندي سؤال يا دكتور، حضرتك كنت بتقول إنه أوقات الاكتئاب أو القلق اللي عند الأولاد بيظهر في صورة غضب. أنا ساعات بشوف برضو إنه في أولاد مش بيبقى غضب، بس بيبقى نوع من أنواع بقى seeking الاتنشن بأي طريقة. هل ده نفس الحاجة أو ده ممكن يديني هنت إن فيه برضو أي سلوك في الدنيا له أكثر من سبب، ودور المتخصصين المدرسين أو حتى الأخصائيين التربويين أي حاجة إن أنا أعرف ما وراء هذا السلوك. يعني طفل مثلا نتخيل بيشتم، هل هو قليل الأدب؟ هل أهله هم اللي طلعوه كده؟ ولا هو مكتئب وده تعبير عن الغضب؟ ولا هو طفل فعلا عنده ميول تدميرية؟ ولا هو زي ما حضرتك قلتي هو مهمل فبيدور على أي اتنشن، حتى لو الاتنشن ده جاي له بطريقة سلبية؟ زي ما كنا بنقول أكتر حاجة مؤلمة للأطفال مش إن أنا أتخانق معاهم ولا إن أنا أعاقبهم، إن أنا أهملهم، إن أنا ما أديهمش أي رد فعل. هذا هو أكثر شيء مؤلم للطفل وأكتر شيء مضر لنفسية الطفل. عشان كده بنقول إن neglecting أو no reactions للأطفال بيطلع طفل غاضب ويسعى إلى لفت الانتباه حتى لو بيعمل سلوكيات سيئة، لأنها أقل ألما عنده من إن أنا لا أتجاهله تماما، عشان يحس إنه متشاف وإن بالزبط. أنا موجود. بالظبط يا فندم. طب دكتور، الأولاد لما بيكبروا بقى شوية بيبقوا exposed للسوشيال ميديا، بيبتدوا يمسكوا الموبايلز. إيه بقى مدى تأثير السوشيال ميديا على حالة الاكتئاب أو القلق عند الأولاد في السن ده؟ أي حاجة في الدنيا قد يكون تأثير إيجابي وقد يكون سلبي. التأثير الإيجابي لو أنا بلاقي دعم من السوشيال ميديا، بلاقي أطفال زيي أو أولاد في سني أو ناس بينشروا روح البهجة وروح الفرح وروح التفاؤل بالحياة، أغاني، بنلعب، بنعمل حاجات جميلة، ده يبقى تأثير إيجابي. ولكن في المقابل بقى ممكن التأثير يبقى سلبي جدا. أولا معلومات غريبة وأشكال غريبة لا الطفل غير مستعد نفسيا ولا مهيأ عقليا ليها، مش عارف ما يطلق عليها الدارك ويب، مش عارف مناظر قتل، مناظر عنف، مناظر حاجات فظيعة، قتل الحيوانات، تعذيب، مش عارف ايه. طبعا بالنسبة للطفل ده حاجات مؤلمة جدا وهو لسه عقله أبيض، فعمال الحاجات دي تدخل تدخل تدخل، ممكن تكون لي طفل عنيف بعد كده أو طفل عدواني بعد كده. ده رقم واحد طبعا. ايه فايه الكونتنت أو المحتوى بيفرق. الحاجة التانية بقى مدة الانشغال بهذه الأشياء. ما هو الطفل في الآخر زينا كلنا عنده مقدار معين من الطاقة، لو استهلك هيحصل له نوع من يطلق عليه ديبليشن أو إنهاك للطاقة العصبية بتاعته، فهيصبح غير قادر على التعلم وغير قادر على التفاعل مع المؤثرات العادية، ما أنا خلصت. فعشان كده مدة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدا، المحتوى مهم والمدة مهمة جدا. طب مدة قد إيه بقى المفروض ما تعديهاش عند الأطفال؟ المفروض، بس ده طبعا يعني صعب جدا اللي أنا هقوله، يعني المفروض لا تتعدى ساعة لساعتين في اليوم. طبعا أنا مقدر إن في الظروف الحياتية دي ده صعب جدا، ولكن على الأقل نحاول إنها ما تبقاش مبالغ فيها. يعني لو وصلنا ساعتين 3 يبقى يعني شيء جميل جدا. وكمان نركز قوي في المحتوى اللي هم بيشوفوه، لأن هذا المحتوى في الأطفال والمراهقين شيء في غاية الخطورة. مش بس اللي يطلع طفل مكتئب أو طفل عنده توتر وقلق من كثر الحاجات الفظيعة اللي بيشوفها، بيحصل لهم 3 حاجات بقى. بيحصل لهم حاجة اسمها ديسنسيتايزيشن وديسانهبيشن، وإنه بيعمل حاجة اسمها إيه learning how to be violent. يعني أنا كطفل بتفرج على حاجات غريبة، فأنا الأول مع الوقت بفقد حساسيتي تجاهها. الأول منظر الدم بيعمل لي كده، لما اتفرج عليه كثيرا 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 بقى عادي خلاص. كويس ولا لا؟ الحاجة التانية كلنا ربنا خلقنا عندنا فرامل أو كوابح تمنعنا من ارتجاب الفظائع، ده طبيعي. لكن لو أنا شايفها إنها ده عادية وبتتعمل طول الوقت، هذا الفرملة بتختفي، فبقى عندي قابلية إن أنا أعملها. ده غير بقى إن أنا اتعلمت أعملها إزاي. حضرتك متخيلة ال3 أشياء دول؟ فده بيسموها recipe for disaster، وصفة للكوارث. إن أنا أسيب ابني أو بنتي وقت طويل بيتفرجوا على هذه الأشياء. فأنا كأهل المحتوى مهم والوقت مهم، والمحتوى طبعا شيء مهم جدا إن أنا أخد بالي هم بيتفرجوا على إيه أو بيتعاملوا مع إيه. هل في أي آثار طويلة المدى لو الحاجات دي ما تعالجتش من بدري؟ للأسف الاكتئاب والقلق، بس هو الاكتئاب أكتر لو لم يعالج بيؤدي بقى إلى حاجة اسمها
ان الاكتئاب هيبقى مزمن بعد كده، فهيبقى صعب جدا يخرج منه مع الوقت. لكن اللي اوحش بقى ان في الاطفال، حتى الاطفال الصغيرين، بيجي لهم افكار تمني الموت والانتحار، وسمعنا عن اطفال يعني عملوا كده. فده حاجه خطر جدا لو انا ما عالجتش الاكتئاب. الحاجه التانية بقى تاثيره جسمانيا. ما هو الاكتئاب بيطلع هرمون اسمه كورتيزون وهرمونات كثيره في الجسم، لو ما عالجتهاش مع الوقت ومع كده هيبقى الطفل ده اكثر عرضه لمرض السكر، اكثر عرضه بعد كده لما يكبر للجلطات، اكثر عرضه لامراض القلب، اكثر عرضه لاشياء كثيره جدا. الكورتيزون ده اللي هو الستريس هرمون، صح؟ بس المفروض ده بيطلع ويخلص. لكن لو انا مكتئب وما اتعالجتش هو شغال بقى، شغال اكن واحد بياخد علاج بكورتيزون لفتره طويله. حضرتك متخيلين؟ يعني دايما الكورتيزون لفترات طويله ده حاجه مش حلوه. الناس بتتنفخ وبتتبهدل فغير كده بقى كمان وبيؤدي الى تآكل في العظم، وان القلب لا عدم علاج الاكتئاب ده مشكله كبيره جدا. زي اكني ما عالجتش السكر، زي اكني ما عالجتش الضغط، مضاعفات كثيره ستحدث. عشان كده علاج الاكتئاب مش بس بيوفر سعاده للطفل، ده كمان بيقيه في المستقبل من الاصابه بامراض كثيره. واعتقد مهم برضو ان الاهل، عشان بيبقى في ساعات ستيجما كده شويه ان احنا نودي ولادنا يعني انا ابني سليم ما عندوش حاجه، انا ابني مش مجنون، انا ابني، بس هم مش شايفين ان ده مرض، هو مش ده زي دور برد، زي ايوه صح. يعني هقول لك حاجه بقى كده لاحظناها جدا. معظم الناس لما يجي يقول لك عنده طفل او حتى حد كبير عنده اكتئاب، اول حاجه بتخطر في بالهم ايه؟ ده ضعيف، مش قادر يتعامل مع الضغوط، ده بعد عن ربنا، وهذا البعد هو اللي عمل فيه كده. أيوة. هذه الافكار وابله او وبيله، لانها بتؤدي الى ايه؟ حاجتين. ان انا بقول للطفل صلي، الطفل يعمل كذا، بس هو مكتئب اصلا، هو مش قادر يعمل الكلام ده، فانا عمال ازود الاكتئاب عليه بهذه النصائح الغريبه. الحاجه الثانيه بيخليني ما اروحش اتعالج، فبيؤدي الى مضاعفات اكتر. فعشان كده توعيه الناس اللي هي حضرتك لسه قايلها حالا دلوقتي، ده مرض. هو لو ابنك جاله انفلونزا او جاله التهاب رئوي، هتسيبه ولا توديه للدكتور يعالجه؟ نفس الكلام بالظبط، ان الاكتئاب مرض وليس ضعف وليس قله ايمان وليس شيء نخجل منه. من الحاجات برضو اللي بنشوفها بتأثر على الليفل الايموشنال يعني بتاع الاطفال، بالذات مثلا لو هم في سن مدارس، الاكاديميكس او الدراسه. وممكن كمان يبقى لو حد بيواجه صعوبات تعلم معينه، هل بقى الاكتئاب ممكن يبقى بيجي في نفس الوقت مع الحاجات دي ولا؟ اكيد هيجي لي حاله احباط، مش كده ولا لا؟ وحزن. ولو ما تعملش تعامل معاها تعامل ايجابي ممكن تتطور. لو انا عرضه للاكتئاب، مش اي حد برضه يجي له اكتئاب حتى لو تعرض لايه، لازم اكون عندي عرضه او قابليه للاكتئاب، اكيد هيحصل كده. ولكن تاثير الام والاب لاغي. وهقول لحضرتك على قصه حقيقيه، انا ما اعرفش هي حقيقيه بس هو فيلم، يعني فيلم جميل جدا اسمه فورست جامب، مش عارف حضرتك شفتيه ولا لا. ده فيلم جميل، توم هانكس، على طفل فعلا مستوى ذكائه اقل من الطبيعي وبيعاني دراسيا وبيعاني كده. هذا الطفل كان شخصية سعيدة وناجح جدا في حياته بعد كده، عشان حاجة واحدة بس، والدته كانت شايفاه أحسن طفل في الدنيا، وكانت بتعامله رغم كل المشاكل الدراسية اللي كان بيمر بيها على إنه طفل ذكي، وعلى إن أنت مش ناجح في المدرسة لكن عندك مواهب أخرى، أنت بالنسبة لي أحسن واحد، وكل حاجة بتشرحها له بطريقة على مستواه العقلي. فرغم كل الصعوبات اللي واجهها في حياته إلا إنه في الآخر كان إنسانا سعيدا. أنا لسه كان في واحدة بتحكي إن ابنها مثلا كان diagnosed بالديسلكسيا، تمام، وبعدين بدأ يحس إن هو odd، أو بتقول مجرد فعلا رد فعلها هي وباباه على إنه ده شيء عادي، وإنه إحنا it's okay، وإنه إزاي ياخدوا ده كسترينث مش كويكنس، ونليبل الطفل قد إيه فرق معاه completely. الطفل يا فندم بأمانة هو مرآة لكيف يراه. صح. لو هم شايفينه حاجة إيجابية، مش بس بالكلام، بتعبيرات الوش، بطريقتهم، يعني أحسن حاجة بتغير بيسموها رؤية الطفل لنفسه، هي لما يسمع صدفة أهله بيكلموا عليه مع ناس تانية، مش هو بيكلموه هو. صح. ده في حد ذاته أكني بطعمه ضد الاكتئاب، أكني بديله حقنة تقي من أي اضطرابات مزاجية بعد كده. لما كنا في إنجلترا، لما كنا بنتدرب، أنا فاكر عيادة الأطفال اللي هم كان في عيادة كده اسمها الاضطرابات المزاجية أو الشعورية للأطفال. كان الدكتور الكبير اللي انا كنت بتعلم معاه كان بيقعد طول العياده بيشوف الطفل دقيقه ويشوف الاهله بقى اللي هو ساعه كامله، وكان بيعالج الطفل عن طريق ان هو يعالج اهله. وفعلا انا شفتها بعينيا بقى قد ايه لما الاهل اتغيروا قد ايه الطفل فك. بس طبعا ده مش كل الاحوال، يعني في احوال تانية اللي هي زي ما احنا قلنا بتبقى احوال كلينيكيه كيميائيه، دي محتاجه حاجه تانية. لكن في معظم الاحوال التعامل مع الاهل وازاي يتعاملوا مع الطفل تفرق معاه جدا.
يعني حضرتك هم بقوا بيحطوا ده في التعليم دلوقتي؟ يعني احنا لما كنا بندرب المدرسين على ازاي يتعاملوا مع الاطفال، كانت من الحاجات اللي بنقولها لهم ان انتوا ممكن تروحوا تشكروا في الطفل ده لمدرسين تانيين عشان يعرفوا ان انتوا بتتكلموا حلو عليهم، عشان يبقى فيه مصداقيه. أيوة. هو ممكن يكون بيجاملني بيقول لي كده قدامي وخلاص، لكن لما اسمعه بيكلم حد تاني هي دي المصداقيه الحقيقيه. ده لسه كان قابلت طفل كان عندي في المدرسة من فترة، فكان بيقول لي على شعره، بيقول لي أنا باخد وقت كتير قوي على ما بعمل شعري، وعلى فكرة أنا مامتي قالت لي قبل كده إن أنت قلت إن أنت خدتي بالك إن أنا بهتم بشعري. شفتي حاجة لما بس مجرد كده عمل إيه ولا لا؟ أنا نفسي أصلا ما كنتش واخدة بالي إن أنا قلت كده الكومنت دي قبل كده يعني أنا قلتها، بس إن هي معلمة معايا لحد دلوقتي وفاكرها لي وبيقولها، كان بالنسبة لي حاجة. ده حقيقي. كلما كانت إحنا نظرتنا إيجابية لأولادنا، مش بس ولادنا احنا، حتى زي ما حضرتك بتقولي كده ولاد في المدرسه، ولاد في اي حد، كل ما هم كونوا صوره ايجابيه عن نفسهم تخليهم بقى شيء مهم جدا يستخسروا يعملوا حاجه وحشه. ما انا حلو، مش كده لا، لكن لو انا الصوره اللي واصله لي انت بتغلط وبتتعاقب ما انا خلاص بقى انا زفت، فاعمل اي حاجه زفت وخلاص. مهم قوي تكوين صوره ايجابيه في الاطفال لنفسهم جدا. يعني الولاد بقى اللي بيبقوا عندهم بيعانوا من التنمر، فده اكيد طبعا بيسبب اكتئاب وبيسبب انكزايتي، والاهل يعملوا ايه برضو يعني في بيسبب اكتئاب وانكزايتي وتجنب للمروح للمدرسه وتجنب للنشاطات، وقد يمتد ان انا اتجنب اي شيء بعد كده خالص، لاني بتالم، عمال اتعلم ان اي حاجه بعملها فيها الم كالعاده. ده تاثر خارجي، مؤثر خارجي، لازم اعادله بمؤثر داخلي. اول حاجه الاهل لازم يعملوا ايه؟ يستمعوا لابنهم لما يشتكي من ان في تنمر او سوء معامله من اي شيء، يسمعوه وما يقولولوش الرد الفعل اللي انا هقوله دلوقتي، وانت عملت ايه عشان يعملوا فيك كده؟ ايه اللي وداك هناك؟ اول حاجه إيه الاهل ساعات انا بتكلم حقيقي. الكلمه دي كلمه قاتله للطفل، لاني دخلت فيه ايه؟ انت السبب. ما هو ضحيه يعني. طب ازاي احسسهم هي جزء من الاهالي بيقولوا كده، او انا لما لو عملت كده مع بنتي ببقى بعملها بمنطلق ان هي تشيل مسؤوليه، لا ان هي برضو تشيل مسؤوليه اللي هي عملته لو هي عملت حاجه. بس اظن لو احنا وي فاليديتد في الاول وبعد كده صح يعني اسمع الاول خالص. طبعا واؤكد له ان اي حد هيتعرض للمشكله دي هيبقى حزين وهيبقى غاضب وهيبقى من حقه يقلق ومن حقه يخاف، ولكن احنا بنسميها كده في الاول ثم اوكي هنعمل ايه بقى؟ حاجه ممكن نعملها احنا ولا حاجه نروح نشتكي كذا؟ لازم الطفل يشعر ان في حد هياخد له حقه، حتى لو ما خدوش دلوقتي. كفايه بس ان اهله يقولوا له ايه؟ ما تقلقش هناخد لك حقك، مسنود ليه ظهر. فالاول يس اللي هي فاليديشن. يس لو اي حد مكانك كان فعلا هيحصل كده، ده كويس انك انت ربنا انقذك، يعني دايما كده. ثم بعد كده بقى نبتدي بقى اللي بنسميها بروبلم سولفينج، وليس لوم. ايوه اللي هي نقطه بقى في غايه الاهميه. أيوة. لان الاطفال عندهم ميل انهم يلوموا نفسهم. يعني هقول لحضرتك برضه معلومه كده غريبه شويه، لو لسبب ما الاهالي انفصلوا، الطفل ايه علاقته؟ مش اي علاقه. كيف يرى الطفل الانفصال؟ هو انا عملت ايه عشان يحصل لي كده؟ ويلوم نفسه. عشان كده مهم قوي لا لوم في الاول. ثم حتى لو هنتعامل زي ما حضرتك بتقولي ان انا حامله مسؤوليه، مش بصيغه انت عملت ايه، تعال نشوف بقى ممكن نتصرف ازاي عشان ده ما يحصلش تاني. بس كده. طب دكتور، في اختلافات بقى في البوينت اللي حضرتك كنت بتقولها دي، في حته انه الطفل يحس ان اهله ظهره كده. ناس كتير بتقول مثلا لا سيب الطفل هو يتصرف، او خليه هو يبقى اندبندنت وما تتدخلش ده في كل حاجه. انا بس هفكر الناس دي، هو لو كان قادر يتصرف ما كانش كويس ولا لا، وما كانش حصل له كده، ما كانش بقى يعتبر ان هو ايه، يعني ممكن يتم التنمر بيا وكلنا تم التنمر بينا في حياتنا، ولكن كنا بنعمل ايه؟ بنحل المشكله عن طريق ان انا مثلا ببقى عندي قدره ان انا ما اتعاملش مع الناس دي وبتعامل مع ناس تانية، عندي شبكه اخرى اجتماعيه بتحميني ايا كانت. لكن امتى بتاثر؟ لما انا فعلا كطفل ما لقيتش حل. فانا لما هروح لاهلي اول حاجه هيسمعوني، واللي هي مطلق عليه فاليديشن او يدوني مصداقيه لمشاعري وليس تصرفاتي، ودي نقطه مهمه جدا. انا بدي مصداقيه للطفل لايه؟ مشاعر. لو واحد تعرض لتجربه زي دي فعلا انا مقدر كميه الالم او كميه الحزن او كميه القلق او الغضب اللي انت فيها. بعد كده لما ننتقل لمرحله هنعمل ايه بقى، هنا حاجات كتير. طب انت ممكن نتصرف ازاي عشان ما تتألمش تاني؟ مش عشان انت اتصرفت غلط، لا احنا بندور على ايه؟ طريقه جديده عشان نتغلب على الالم. طب احنا بقى ممكن نعمل ايه؟ طب المدرسه ممكن تعمل ايه؟ طب مدرب اللي في النادي ممكن يعمل ايه؟ طب الراجل جارنا اللي في الشارع ممكن يعمل ايه؟ هي
ما هوش المحتوى اللي هنقوله، هو كيف سأقوله ومتى سأقوله هو اللي بيفرق. طب دكتور، هل في بما ان النيوتريشن بقى موضوع كبير جدا دلوقتي، هل في حاجات ممكن تأثر على الاكتئاب والانكزايتي في الأكل؟ لو احنا كلنا مقتنعين ان مشاعرنا وحالتنا النفسية هي منتج لجهازنا العصبي، فانا هقول لحاجة قد ايه أهمية الأكل بقى. فعلا كل الناس عارفة دلوقتي ان مشاعرنا هي منتج من جهازنا العصبي، خلايا الجهاز العصبي خصوصا الفص الأمامي للمخ. ازاي بقى احافظ على هذا الفص عشان دايما قدرته على التعامل مع الحياة تبقى إيجابية وسليمة، بيطلع المشاعر المناسبة في الأوقات المناسبة؟ أول حاجة لازم أكل صحي، وأكتر أكل صحي للأطفال هو البروتينات، وعكس ما الناس فاهمة هو الدهون مهمة جدا للطفل. طبعا الدهون الصحية اللي زي الأوميجا 3 والأنساتيو اللي هي يعني الدهون الصحية، والأملاح والفيتامينات. ازاي اوفر هذه التشكيله لاي طفل هو بينمو عشان جهازه العصبي يطلع سليم، فقادر على تحمل الضغوط وانتاج مشاعر ايجابيه ومشاعر مناسبه للظروف دي؟ بقى دور مهم جدا للمجتمع والاسره. ايه الانواع الاكل اللي ممكن اكلها لاهلي فتعمل له كده؟ طبعا الاجابه ببساطه هيلثي دايت، اكل صحي. بس ما هو الاكل الصحي؟ ده سؤال محير جدا ويكون مناسب للطفل. لان خدي بالك حاجه، لو احنا حطينا نفسنا مكان الطفل، ما هو في حاجات ملونه لونها احمر جميله ومليانه سكر، وبعدين الشوكولاته اصلا بتفرحنا احنا لما احنا بنبقى مكتئبين. يعني حضرتك متخيله لو انت طفل وشوكولاتايه ولونها جميل وفيها سكر، اكيد هاخدها. طب هنعمل ايه بقى هنا؟ بقى بنقول لا للحرمان. كويس ولا لا؟ صح. التوازن هو سر الاكل الصحي للاطفال. ان انا هسيبه ياكل الحاجات اللي بيحبها، بس انا مدخل جواها ايه؟ الحاجات اللي انا شايف انها مفيده للجهاز العصبي، اللي اهمها الاسماك والمأكولات البحريه، لانها غنيه بالمغنيسيوم اوميجا 3 وكل زيوت الهائله. لو قدرنا نحبب ولادنا في الميديترينيان دايت اللي هو بيسموه اكل البحر الابيض المتوسط، هو ده احسن حاجه بتحمي جهازنا العصبي من جميع المؤثرات. هقول لك بقى حاجه خطوات عمليه عشان ما ابقاش عمال اتكلم نظري. لو احنا بنستمتع بهذا الاكل هو هيقلدنا. فاول حاجه ان احنا نموذج، فاحنا قوم جايب مثلا طبق سلطه كبير وحاطط عليه معرفش زيت زيتون وليمون يعني، واكله ويبقى قدام ابني شكلي ايه؟ مبسوط وسعيد. مش عامل ريجيم ومتقدر. ايوه نقطه مهمه جدا، لان زي ما اتفقنا هو مرايه المشاعري. فلو انا مستمتع بالحاجه هو اكيد هيبقى نفسه يعمل ايه؟ يعملها زيي، وهيشعر بالاستمتاع حتى لو هي مش بسطاه، لان هو شايف انها بتبسط. فده مهم قوي الاهل يبقوا هم القدوه والنموذج الغير متكدر اللي هو فعلا سعيد باللي بيعمله. رقم 2، عمري ما ادخل في صراع مع اولادي على لا ما تاكلش ده وكل ده. اول ما دخلنا في صراع هو هيستغلها بعد كده لايه؟ للفت الانتباه. فهو لا مش هياكل عشان مامتي تجري ورايا، عشان بابايا يعمل كذا. فدي نقطه مهمه جدا، ما فيش صراع ونكون احنا قدوه. وهي حبذا بقى يا سلام لو عنده اخ او اخت كبيره، لان هو هيقلدها. فلو هي كمان اشتركت معانا في هذا النموذج الدنيا هتبقى اسهل جدا ان هو ياكل اكل صحي معانا يعني. ولكن ده لا يمنع ان من حقه برضه ياكل شويه سويتس وياكل حلويات، يعني مفيش منع، توازن بس. لكن الاكل الصحي مهم جدا فعلا. طيب هل في علاجات تانية غير الادويه؟ يعني لو حد عنده مثلا كلينيكال ديبريشن وحضرتك قلت محتاج ياخد دواء، هل في ايه العلاجات التانية اللي غير الادويه اللي ممكن حاجه مهمه جدا، وقايه من الاكتئاب ووقايه من القلق. ولو عندي اكتئاب وقلق ممكن تساعدني على الخروج منه لو انا طفل او مراهق او كبير حتى. الرياضه من احسن الحاجات في الدنيا اللي بتخرج الانسان من الضغط العصبي، طفل او كبير، ولد او بنت، هي الرياضه. اني بقى رياضه ما يطلق عليها كارديو اكسرسايزنج. اكتشفوا ان ممارسه الكارديو اكسرسايزنج، مشي، جري، عجل، سباحه، اي حاجه فيها ضربات القلب تبقى سريعه، بتفرز مواد كيماويه في المخ عكس الاكتئاب وعكس القلق وعكس الضغط. بيسموها حتى ساعات دلوقتي بيسموها كده ايه؟ اندوجينس اندورفينز، الافيونات الداخليه، حاجه فعلا بتسكن الالم نفسي او جسدي. فممارسه الرياضه، بس ممارسه الرياضه بقى دي مهمه جدا، فيها ايه؟ بانتظام. كلمه بانتظام هي السر. يعني مش مره واحده همشي او هجري او اعمل كارديو بقيت زي الفل، ده مش حقيقه. الاستمراريه فيها. فالرياضه واحده من الحاجات الوقائيه والعلاجيه من غير ما تدخل دوائي ولا اي حاجه خالص. اللي بعديها حاجه بنسميها العلاج السلوكي. من اكتر يعني اقول لحضرتك حاجه، ليه الناس اللي في الملاجئ او زي حتى افلام تشارلز ديكنز والحاجات دي، برغم ان الحياه كانت قاسيه ما كانش معدل الاكتئاب اكتر من العادي؟ عشان يومهم كان رغم قساوته منظم وممنهج ومليء بالانشطه السلوكيه، حتى لو انشطه مش جيده.
ده في حد ذاته هذا النظام وهذا النشاط اليومي الممنهج المنظم واقي من الإصابة بالاضطرابات المزاجية في الأطفال وفي الكبار. لو انتقلنا للكبار، ليه الناس اللي في الجيش أو في الشرطة رغم إن حياتهم ده بيموت وده بيصاب، يعني حياة قاسية، ليه هم معدل برضو إصابتهم بالأمراض دي مش كتير قوي زي ما الناس متخيلة؟ عشان حياتهم منظمة structured. يعني لو حد واكتف الاثنين structured and active، مليئة بالأنشطة ومجدولة، تلاقيه يصحى مش عارف الساعة 6 وينزل ما عارفش يعملوا ايه وبعدين يعمل ومنورات وحاجات كده. الحاجات دي بتقي الجهاز العصبي من المؤثرات السلبية للضغوط الخارجية، فدي وقاية وفي نفس الوقت لو أنا مصاب باكتئاب أو بقلق بتخرجني منها. ده اسمه علاج سلوكي، تغيير النمط السلوكي إلى سلوك أكثر انتظاما وأكثر نشاطا. الحاجة بقى التانية اسمه العلاج المعرفي، تغيير أفكاري ورؤيتي للحياة، تحويل الإنسان من إنسان قابل لما يطلق عليه تصديق الافتراضات والأفكار إلى إنسان قادر على التفكير العقلاني النقدي. ده برضو بيقي من الاكتئاب. طبعا ده عكس نظامنا التعليمي تماما بقى ولا ده اسمه كوجنيتيف ثيرابي. ده عكس نظامنا التعليمي تماما. نظامنا التعليمي قائم على إيه؟ اللي هقوله لك هو الصح، اللي يجي لك في دماغك هو الصح. النظام ده قائم على حاجة يسموها الطريقة السقراطية في التفكير، إن أي فكرة تجيلي ما صدقهاش، أحطها تحت المنظار. أول حاجة إن أنا أطلعها واكتبها وبعدين بقى تعالى نشوفها هي حقيقية ولا مش حقيقية وإيه الدليل وكذا. ده تنشيط للمخ، مش كده؟ مجرد ان انا عملت كده، يعني غير ان انا بقى تفكيري علمي، انا نشطت خلايا جهازي العصبي، فده برضو بيقيني من الاكتئاب وممكن يخرجني من الاكتئاب. فكل دي طرق معينه ممكن نعملها تخلينا نخرج من الاكتئاب من غير ما ناخد علاج. اخر بقى حاجه بنستخدمها في الاطفال حاجه اسمها بلاي ثيرابي، العلاج باللعب، بالعروسه، بالحصان، بالعاب الكترونيه. منها تنشيط زي اي حاجه في الدنيا، فده بينشط الجهاز العصبي ويخرجنا من الاكتئاب والقلق، ومنها بيعلمني مهارات جديده للتعامل مع الضغوط. فبنستغل اللعب او حتى الفيديو جيمز ايا كانت لتعليم الطفل مهارات، منها بنشط جهازه العصبي ومنها بيتعلم مهارات ازاي يتعامل مع الضغوط وازاي يحل المشاكل، فده برضو ممكن يخرجه من الاكتئاب. والعلاج الاسري، ان الاسره ازاي تتعامل مع ابنها بطريقه ايجابيه، حتى بيسموها ساعات الوالديه، ان انا بمرن الاهل ازاي يبقوا جود بيرنتس او اهل كويسين، ازاي يتعاملوا ايجابي، ازاي رد فعلهم ما يكونش مضر للطفل. كل ده بنعمله، وده اول حاجه بتستخدم في الاطفال والمراهقين. لو ده ما نجحش نلجأ ساعتها لايه؟ للعلاج الدوائي. طب ازاي الصدمات او التجارب الكبيره ممكن لو حد ما عندوش اكتئاب تسبب ده؟ يعني مثلا الحاجات اللي هي لو مثلا فقد، حادثه، طلاق، الحاجات اللي هي الميجر مؤثره، ميجر لايف ايفنتس. انا بس عاوز اوضح نقطه معينه. كلنا في حياتنا تعرضنا لتجارب صادمه وما يطلق عليها ميجر ايفنتس. هل كلنا جالنا اكتئاب؟ كلنا بنشعر بالحزن ساعتها او الخوف ساعتها، ولكن بنتخطاه. ليه ناس بقى بيجي لها اكتئاب او بيجي لها مرض وناس لا؟ طبعا فيها استعداد جيني، فيها قدرات معينه على التعامل مع الدنيا. السؤال بقى، هل احنا ممكن نقي نفسنا من التعرض للاضطرابات دي بعد الميجر ايفنتس ولا لا؟ رقم واحد، لو احنا عندنا حاجه اسمها صلابه نفسيه، كوناها ازاي؟ حتى واحنا اطفال، بالاكل الصحي والرياضه والحاجات اللي احنا قلناها كلها، وبطريقه تفكير مختلفه، وهي ايه؟ ماذا سافعل وليس لماذا حدث ما حدث. دي طريقتين مختلفتين تماما في التعامل مع المشاكل. حد بيفكر هنعمل ايه، وحد بيفكر ايه ليه حصل ومين كده؟ الغلطان وليه حصل. ده الفرق ما بيني وما بين جوزي. جوزي دايما هنعمل ايه وانا دايما ليه حصل كده، وهو هتلاقيه اقل تاثرا نفسيا مني طبعا. لان هو دايما بيحل بروبلم سولفر. هل ده مثلا برضه كومن اكتر في الرجاله ان هم يبقوا بروبلم سولفرز عن ولا دي حاجه مالهاش دعوه؟ لا مالهاش دعوه. في سيدات اكثر قدره على حل المشاكل، وفي يعني تختلف من شخص لشخص. ده اول حاجه. تاني حاجه، ودي بقى نقطه مهمه جدا في الاطفال، رد فعل الاهل للميجر ايفنت محدد مهم جدا كيف سيتاثر الطفل. يعني احنا بنقول كده ان شاء الله ما يحصلش يمر بتجربه زي دي. حد مثلا الجد مات، هل دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ هي ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه. كيف سيتعامل معها الاهل هو كيف سيشعر الطفل او المراهق بالقصه. انا شايفه، طبعا انا عارف ان انا اللي بقوله كلام نظري وصعب التنفيذ، ولكن انا كاهل لو شايفين ايه، الحمد لله استريح وراح الجنه، يا رب يكون ايه كلنا بعد كده ان شاء الله نقابله. طريقه كلامي مش مهم اللي انا قلته، هي اللي بتشوف الطفل سيتاثر تاثر رهيب ولا لا. طب لو الطفل تاثر بقى هنعمل ايه؟ بنعمل الاتي، حاجه اسمها اعاده سرد لما حدث كما يراه الطفل او الطفله.
لان اللي احنا شايفينه قد يكون مش هو ده اللي الطفل شايفه. ما يطلق اعاده السرد او انه يحكي اللي هو حاسس بيه والقصه بالنسبه له شكلها ايه، ده في حد ذاته بيخرج الحاجه من جواه لبره، فتاثيرها الضاغط نفسيا او المؤلم بيقل، ما خفش بس بيقل. ثم بقى نمسك هذه القصه، مش كده لا، ونشوف نتغلب عليها ازاي. ساعات لا يمكن التغلب على الحاجه، فبنعمل حاجه اسمها اكسبتنس، اتقبلها واتخطاها، مش كده لا، ده مؤلم وموجع وفعلا حاجه كده، ولكن هنعمل 1 2 3 والحياه تستمر، اللي هي لايف اولويز جو اون يعني. فاحنا نسالهم ونخليهم يكرروا القصه تانية من منظورهم بالظبط، من غير ما تدخل وايه بس ده ما حصلش، لا ده يعني اسيبه الاهل يعني برضه عندهم قدره كده انهم ايه يلعبوا دور المصحح، مش كده لا، لا اسيبه يسرد وانا بسمعه وبعمل له مصداقيه مش للاحداث، ممكن تكون الاحداث مش صحيحه، لمشاعره. والكلمه سهله قوي، لو حد حصل له اللي انت بتقوله ده فعلا سيتألم تألم شديد. انا ما قلتلوش ان ده حصل ولا ما حصلش، انا قلت له انك من حقك تتألم لو انت شايف الدنيا كده، وبعد كده نبقى نعيد سردها بقى بطريقه ايه اكثر عقلانيه واكثر صحه. زي ما يا دكتور الرياضه ليها اثر، هل الاكتيفيتيز اللي بيعملوها في حياتهم غير الدراسه والرياضه، زي مثلا التالنتس، لو حد عنده موهبه معينه وبيحاول ينميها، هل ده برضو بيساعد على غاية الأهمية للوقاية من الوقوع في براثن الاكتئاب والقلق، وللخروج من الاكتئاب والقلق. أي نشاط بيجلب متعة احنا بنسميه كده، بيفرز مواد كيماوية في الجهاز العصبي بتجلب الإحساس بالسعادة والإحساس الإيجابي، مادة اسمها الدوبامين أو أيا كان المواد، أوكسيتوسين وحاجات كده. فلو النشاط ده بيعمل كده طبعا لازم أدخله كجزء من يوم الطفل أو كجزء من يومنا كلنا. عشان كده قلنا لو احنا قلنا في العلاج السلوكي structured، منظم ممنهج، ويشتمل على أنشطة بتنشط الجهاز العصبي. يا سلام بقى لما يكون النشاط بينشط وبيجلب متعة، فده طبعا هيبقى سلاح هايل جدا للوقاية من الضغوط وللخروج من القلق والاكتئاب. طيب لو ممكن حضرتك تدينا 3 نصايح للأهل ممكن يبتدوا يشتغلوا عليها دلوقتي إن هم يدعموا صحتهم النفسية أو صحة أولادهم. نصيحة طبعا أنا عارف إنها هتبقى نظرية جدا، الحب غير المشروط. أنا بحب ابني، بحب بنتي بغض النظر، ومش معنى الحب ان انا بدلعه، بس الحب الغير مشروط دايما نظرتي ليه نظره فيها مشاعر صادقه، نظره ايجابيه حتى لو غلط. دايما بنقول نصيحه للاهل كده، حتى لو ابنك او بنتك غلطوا بتقول لهم ايه؟ خساره حد كويس زيك يعمل الغلطه دي، انت احسن من كده. فدايما كلامي ايجابي ودايما مليء بالمشاعر الصادقه، بس طبعا تكون صادقه يعني صادقه لان الطفل بيمتصها بجد. ده اول حاجه. رقم 2، وده مش شعاري انا عشان برضو ما بقاش انا اللي بالف يعني، ده شعار WHO، listen to your child. اسمعوا، اديله فرصة يتكلم، اديله فرصة يحس انه مهم، دايما استشيره، دايما اسأله رأيه، دايما اسأله كيف يشعر. listen to your child, listen to your teenager. رقم 3 ودي مهمة جدا، أو بيسموها التربية الإيجابية. أركز على النقاط الإيجابية وأحفزها أكتر ما أنا بركز على النقاط السلبية لتوقفها. تنافس ما بين الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة. لو أنا زودت الحاجة الحلوة اوتوماتيكلي الحاجه الوحشه هتنقص، ولكن لما انا بعاقب بزياده، لما انا ببقى تربيتي ما يطلق عليها سلبيه، بحاول اشيل السلبيات، الحقيقه الطفل بيتاثر نفسيا جامد جدا. دكتور عندنا كده حاجه بنحب نقفل بيها كل حلقه، سؤال بنساله للضيف، وهو ايه الحاجه اللي حضرتك كان نفسك اهلك يعملوها معاك وما عملوهاش، وايه الحاجه اللي حضرتك ممتن ان اهلك ربوك بيها من وانت صغير؟ اكتر حاجه طبعا ممتن ان هم خلفوني، يعني وجودي ناتج منهم، مش كده لا، وانهم ادوني فرص في الحياه لولاهم ما كنتش يعني هتحصل لي حقيقي. يعني رياضه، ربنا اراد ان انا ممكن ابقى عضو في نادي، ان انا اعرف ناس كويسين، ان انا اسافر واتعلم بره وانا لسه صغير، دي كانت حاجات ايجابيه جدا. ايه الحاجه بقى اللي كان نفسي يعملوها ما عملوهاش؟ هقول لحضرتك قصه حقيقيه. وانا صغير في ثالثه اعدادي كده كنت بلعب رياضه اسمها كره الماء في نادي هليوبلس، وكنت كويس. فمره ابويا عاقبني وقال لي مش هتروح، وكان مباراه مهمه في الدوري كره الماء. فيعني كانت حاجه ايجابيه جدا، بس طبعا انتهت حاجه سلبيه عليا. فالمدرب جاب اتوبيس النادي اللي كنا رايحين بيه الماتش وعدى تحت البيت وطلع لي واحد من اللعيبه عشان ايه يجيبني من فوق. بس ابويا اصر ان انا ما اروحش. فدي كانت نقله نوعيه، لان انا من كتر الالم اللي حسيته ساعتها، الناس تحت يعني ده منظري، يعني ده الناس ايه لو مقدريني، بطلت العب. ما قدرتش كمراهق ان انا اواجه الناس، ده انا عيل بقى، ده ابوه، ده احنا جينا له تحت بتاعه ما ننزلش. هو طبعا كانت نيته ايه؟
يعني الديسيبلين كويس ولا لا، بس انا دي حاجه مؤثره فيا لغايه دلوقتي. طب دكتور حضرتك دخلت الفيلد ده ليه؟ انا من الناس اللي كنت محظوظ جدا وانا في الدراسه، رحت كان حاجه اسمها تبادل طلابي زمان كده، ايام كان بقى في بدايه الثمانينات كده. فرحت فعشت في عيله امريكانيه في امريكا لمده 2 سنين كويس ولا لا، وخدت من هناك الدراسه، وواحد اجنبي بدل يجي يعيش بدل. وانا هناك اهتميت جدا، شاء القدر يعني ساعتها في المدرسه والكلام ده، بالجهاز العصبي. فكان حلمي ان انا هطلع جراح مخ كويس ولا لا، لان كان المخ حاجه طبعا ده كلام تاريخي يعني. فلما رجعت دخلت كليه الطب عادي خالص، ولما اتخرجنا هنتخصص في ايه. فكان ساعتها هذا التخصص مش متقدم جدا في مصر، وكان كان نتائجه مش حلوه كويس ولا لا. فكان اقرب تخصص اخر هو ايه، ويسموها العلوم العصبيه والنفسيه، فعشان كده تخصصت فيها. لكن كان حلمي حاجه تانية خالص، بس كان ساعتها الدنيا مش كويسه. ثانك يو دكتور، ميرسي جدا على كل المعلومات دي، يعني بجد استفدنا جدا ومبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. اشكرك جدا. شكرا بجد، لان حضرتك هايلايتد حاجه مهمه قوي فعلا، فكره ان ازاي الاطفال يعني بيبقوا مرايه اهلهم، او ان هم بيشوفوا نفسهم من خلال اهلهم، وده بيأثر على مش بس صحتهم او ثقتهم في نفسهم، ده بيأثر على صحتهم النفسيه، وممكن فعلا يؤدي لامراض وفيزيكال هيلث كمان، يعني بالظبط. الحاجات كلها متصله ببعض. اشكرك جدا. انا بس عاوز افكر الناس، الطفل عامل زي الوردة أو النبتة الصغيرة. الواحد لو عنده وردة أو نبتة صغيرة بيرعاها ويديها مية ويديها حاجات إيجابية عشان تكبر قدام عينيه ويبقى سعيد. ما ننساش إن ولادنا وبناتنا هم مجرد وردة صغيرة أو نبتة صغيرة، محتاجين حاجات إيجابية وتنشيط عشان يكبروا ويفرحونا. ما بنقعدش إحنا نعمل إيه في الوردة، نضربها ونعاقبها. بس أنا أفكر كده. ثانك يو دكتور، ميرسي قوي يا دكتور. شكرا. شكرا لكل اللي سمعونا، مستنيينكم في حلقة جديدة من ناست بودكاست.